بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ازيكم عاملين ايه؟ صدق الله العظيم الأول. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. اللي انتوا شايفينه دون بقى ايه؟ فيديو وشوية نصايح كده للملايات. لو عندك كذا ملاية مع بعض تعملي فيهم ايه؟ الشكل اللي احنا عاملينه اللي احنا شفتوه في اول فيديو ده اللي احنا هنعمله، لو السرير ده الملاية دي اللي احنا هنعملها. تمام. طبعا انا كانت جايلي كذا ملاية مع بعض. فاول حاجة الكرانيش دي لازم عشان توفر عليكي وقت لازم تمسكي تعملي الفرونز وتعملي الكرانيش كلها اللي موجودة في الملاية مرة واحدة عشان ما تقعديش تقلبي في الدواسة كل شوية. اولا الكورنيش اللي هو ما بين القرصة وما بين الكورنيش اللي تحت دوان السادة ده عرضه 35 سنتي. بناخد عرضين من القماش، يعني بنقطع 70 سنتي من القماش وهو متطبق بنقسمه نصين. تمام. القرص دون بتاع سرير 120، فده بيبقى 150 القرص في عرض القماش اللي هو 240 بتاع الملايات. وفي الكورنيش الساده ده اللي احنا هنلزقه، والكورنيش الصغير، الكورنيش الصغير ده 20 سنتي بناخده، وفي طوله هناخد 3 عروض من نفس العرض بتاع القماش، يعني هناخد 60 سنتي ونقسمه على 3. تمام. والكبير ده زي ما قلت لكم هيبقى عرضين من القماش في 35 سنتي. تمام. انا دلوقتي هعمل الفرونس وهعمل كل الشرايط اللي عايزه كورنيش بعملها الفرونس الاول. الفرونسي بقى بصوا، انت انا خيطته من غير ما احط ايديا من ورا، فالكشكشه كانت صغيره. تمام. طبعا لا لازم تحطي ايديكي من ورا كده الدواسه، وتسيبي القماش يمشي يبقى مكتوم على بعضه عشان يديكي الكشكشه زي ما انت شايفه كده انا ماسكه بايديا. وممكن برضو تعرضي الغرزه، سواء المعيار بتاع الغرزه ضيقه او صغيره حسب كل مكنه. جربيها، لو وسعتي الغرزه وطلعت الكشكشه كويسه يبقى خليها زي ما هي. تمام. هتبقى بالمنظر ده بتوزعي. برضك في حاجه تاني، برضك انا بعمل هنا الثلاث عروض لازم الزقهم في الاول. انا طبعا ده مكشكشاه وعامله له اوفر، وقلت بعد كده ايه ابقى اعمل لكم الفيديو وهو بدل ما ياخد مني وقت طويل. تمام. انا بلزق الثلاث عروض في بعض عشان يبقى شريط مره واحده. بس انت لو بتعملي كذا ملايه اعملي الكرانيش كلها الكشكشه كلها، وبعد كده لزقي اللي هو عايز يتلزق كله مع بعض. كل ملايه اللي هو 3 عروض لوحدهم 3 عروض لوحدهم، عشان لما بتيجي تمكني ما تقفيش خالص. ده نظام على فكره، نظام المصانع ان انت بتخيطي كله مره واحده. زي خط انتاج كده. دلوقتي انا كشكش بقى اللي فوق والصغير، فالطرف بتاعي اللي هو مش بكشكش من الساده بحط عليه الكورنيش الصغير. فطبعا انا ساعات بيبقى مش مكشكش معايا كتير، فانا كده اظبط مع بايدي واشوف الحته اللي ما فيهاش كشكشه كتير اروح عاملاها بايديا كده بشربها صغير. تمام. لغايه لما اخلص الكورنيش بتاع الملايه كلها. تمام كده. هي شويه نصايح كده بس هتفيدك ان شاء الله للناس اللي هي واخده، سواء واخده ايديها على الكشكشه بالفرنس او بايديها بس ان انت بتكشكشها كده. تمام. ادي المنظر ده هيبقى بالمنظر ده كده، وانا بعمله على الحرف على طول، على الحرف الاوفر اللي هو الكورنيش المشجر. ليه بقى؟ عشان انا هحط عليه بعد كده الفل الابيض. اجي الفل ده اروح حطاه، ولازم اخد بالي من الظهر من الوش بالنسبه للفل، عشان بتبقى فيه لمعه والناحيه التانيه بتبقى مطفيه. وادوس كده خط واحد. اللي عايز يعمل خطين على خياطه على اول الفل وعلى الطرف دي براحته خالص، لكن انا عاملاها خط واحد. ولازم تحطيها الفل على الاوفر عشان ما تبينيش الاوفر بتاعه، حتى اللي هياخد الملايه مع الغسيل ولا الكلام ده، ما الاوفر ما يطلعش في الغسيل. فلازم تغطيه خالص. عشان كده بقول لكم خيطوا على الاوفر. لما تيجي تكشكشي اي كورنيش بيبقى لطش من بره وهتداريه بشريط ستان او اي حاجه، لازم تخيطيه على الحرف. طبعا فاضي الدين انا كانت فاضيه هعملها للفايده، اعملها للفيونكات الصغيره كده زي ما انا بقول لكم كده. اللفه انا بصراحه ما حسبتش اللفه قد ايه، بس اللفه كانت قضت معايا 3 ملايات، والحته اللي فاضت اللي انا وريتها لكم دي. تمام. انا طبعا وهي متطبقه كده القرص اروح انا شايفه الناحيه اللي فيها الاوفر من غير ما افردها واكلكع نفسي والكلام ده. فانا بحط بقى ايه عشان الزق الكورنيش الساده في القرص. بجيب وش القماش الكرانيش على وش القماش بتاع القرص. تمام. وبرضك هنا لو تلاحظوا في حتت فيها كشكشه وكده حتت لا، بس قبل ما ابتدي عشان ما يكونش في حته مكشكشه كتير وحته لا،
فبعمل ايه؟ بجيب النص بتاعت اللي هو العرض الكورنيش، اللي هو الخياطه اللي انا موصله عرضين مع بعض، مع الخط بتاع النص بتاع القرص اللي هي تطبيقه القماش. تطبيقه القماش زي ما انتم شايفينه كده، بجيب ده على ده واحطه ايه، والزقه بالدبوسه عشان لما اجي اكشكش ما تبقاش نص الملايه فيها كشكشه كتير ونص الملايه التانيه لا. فده اللي بيظبط معايا الكشكشه بتوزيعها كويس. توزيع الكشكشه ده مهم جدا. تمام. انا ببتدي اخيط كده برضو ايه على الخياطه بتاعت الكشكشه، مش انا عامله كشكشه بخياطه، على نفس الخياطه دي ابتدي اكشكش اثبت الكورنيش على القرص. ودايما برضو بصوا لو تلاحظوا انا بشرب بايديا في الحته اللي بنلاقيها مش مكشكشه قوي، والحته اللي هي مكشكشه بدوس بها على طول كده زي ما انتم شايفين كده، حسب كل ايه منطقه اللي انا شايفاها. هيبقى المنظر في الاخر كده يبقى كشكشه كلها متساويه وادي الكورنيش على بعض. بكده يبقى اعتبر ايه، مفيش في الملايه غير ان احنا هنتني بس الاطراف بتاعتها. ولو لاحظوا برضو ان الاطراف بيبقى فيها بورسون برضو نتنيه تنيتين اللي هي تجفيف. يعني انا ما بتنيش الكورنيش الطرف بتاعه من تحت غير لما بخلص الملايه خالص. هنا شايفين برضو الخياطه من تحت على المشجر متساويه كلها، سنتي واحد بس اللي باخده. لازم دي برضك مع التمرين، مع اللي هي الناس المبتدئه بقى، المبتدئه في الملايات بتبتدي الاول بالملايات الفلات، بعد كده بتعمل الملايات اللي هي كشكشه. شوف الكشكشه انا اللي في الاخرانيه، الحته الاخرانيه دي كلها مساويه بعدها، عشان كده ما بزودش انا خياطه كشكشه بايديا. دلوقتي ما فيش غير ان انا ايه اتنيها. طبعا انا عامله اوفر، فانا هتني الديل من تحت تانية واحده بس، في الاوفر تانية واحده بس، انما الجناب والطرف التاني بتخففوا تانيتين. والله عايزه تعملي تانيتين وهي في التانية اللي هي بالاوفر دي براحتك خالص، بس توفيرا للوقت وللمجهود وللخيط الاوفر. لان الاسعار بصراحه بتاعت الخيط عموما بقت غاليه جدا جدا، يعني اتفاجئت واتخضيت بصراحه. دلوقتي بقى بصي اللي انا بعمله بالاوفر ناحيه واحده، اجي في الطرف كده قبل ما اخلصه اروح تانياه تانيتين. بصي انا عشان برضو اكد عليكم شلتها من تحت الدواسه وبتنيها كده تانيه جوه تانيه كده، بدل ما اتني خالص وبعد كده هتبقى مكلكعه. لا انا وهي على طول الدواسه فيها، بس انا طلعتها عشان اوريها لكم. بتنيها كده بقى تكفيف الديل مع بعض. ولو تلاحظوا الديل اللي انا عاملاه اللي هو الساده اللي شابك في القرص، اروح انا مطلعاه لفوق كده، القرص ده الكشكشه اروح مطلعها لفوق عشان هقول لكم برضو ليه لفوق. بصوا لده كده عشان اخر التانية للطرفين لازم يكون زي بعض نفس الاتجاه. مطلعه السنتي لفوق خالص اهو، باكد لكم وبتاكد لنفسي برضو اللي فوق اهي، عشان يبقى الخياطه كلها متساويه وعشان لما تيجي تتكوي تبقى كويسه. دلوقتي احنا خلصنا القرص وبنبتدي بقى في الكورانيش بتاعه الخداديه. برضو الكورانيش دي بتبقى 10 سنتي، الخداديه بتاخد عرضين، يعني بقص للخداديه 20 سنتي على عرض القماش، وبعد كده هو بقسمه نصين، وباخد الكورنيش اللي في النص بتاع الخداديه العرض بتاعي 10 سنتي في عرض واحد يعمل لي خداديتين. تمام. برضو بعد ما بشبكهم في بعض كلهم زي ما انتوا شفتوا توفيرا للوقت، اروح عامله الكشكشه دي خالص برضو بايديا كده. شوفوا الكشكشه دي مش محتاجه بقى ان انا ايه ان انا ازود بايديا وانا بخيط على الخداديه. تمام. وسايبه الناحيه التانية اوفر على اساس ان انا ايه هتنيها تانية واحده بس بالمنظر ده كده. اخلص شريط عشان يبقى كل شريط خاص بالخداديه بتاعتها. بعد ما خلصت الكورنيش اللي بره بتاع الخداديات، بعمل الكورنيش الصغير اللي هو في نص الخداديه زي ما انتم شايفين كده في الصوره اللي انا عامله لكم عليها سهم. تمام. انا دلوقتي بخلص الكرانيش واعمل حاجه تانية دلوقتي عشان انجز معاكم في الوقت. بعد ما اخلصه زي ما انتم شايفين كده اروح انا اسماه من قبل ما احطه، اسماه كده بالنص كده، واروح ان انا اقصه بعد كده عشان يبقى كل خداديه خاصه بنفسها. في هنا بقى حاجه، لما تكون خداديه كلها ساده وش وظهر والكلام ده، وناحيه واحده بتبقى فيها فتحه، الفتحه دي سيبيها لكن الوش اللي هو ساده خالص ان هو مش هتعملي فيه اي شغل، بتروحي انت حاطه عليه الاول الكورنيش زي ما انت عامله كده، زي ما انا عامله لك كده. تمام. واخدين بالكم بس طريقه وضع الكورنيش في الزوي، انا بثبت الدواس الابره وبعد كده بلوح الاتجاه بتاع الخياطه بتاعتي، بس لازم الاول ان انا اثبت الابره بعد كده اعمل زاويه بتاعه الخياطه وبعد كده هتنيها الكورنيش، يبقى كده خلصنا الوش الاولاني. هنا بقى جينا الوش الخداديه اللي هو تلت والتلتين مشجر على ساده. انا طبعا عامله اوفر الناحيتين الساده والمشجر اللي احنا هنعمل عليهم
الكورنيش. وده زي ما انتم شايفين انا حاطه قدامي الصف بتاع الساده والصف بتاع المشجر عشان على طول ادبس وايه واخيط على طول. تمام. انا بقى بحط ايه، انا دي خطوه للمحترفين بقى، اللي هي انا ممكن احط الثلاث طبقات على بعض واخيطهم. تمام. لكن انت مش ملزمه، انت ممكن تعملي على خط على الساده على الكورنيش على ناحيه من الاثنين، وبعد كده تحطيه على الطبقه الثالثه. تمام. انا بحط كده. طبعا الكشكشه عندي وافيه ومظبوطه، عشان كده مش محتاجه ان انا اعمل لوحدها. يعني كان ممكن اعملها لوحدها كده واكشكش لو هي القماشه مش مكشكشه او الكشكشه فيها ايه بسيطه. لكن الكشكشه كويسه، فانا بثبت الاتنين على بعض على طرف واحد على المقاس الخياطه على خط الخياطه بتاع الكورنيش، وابتدي اثبت كده زي ما انتم شايفين، وابتدي اخيط لحد الاخر. هتبقى بالمنظر ده كده. والطريقه دي على فكره لسه احنا ما حددناش اذا كنا هنطلع الكورنيش لفوق ولا لتحت. تمام. احنا كده خلصنا. ادي الوش الخداديه هيبقى بالمنظر ده كده. لا احنا كده هنطلعه على ايه، على فوق. وبعد كده هنتني ايه بقى، هنتني الخط الكورنيش الصغير الاول. احنا بنشطب زي ما احنا ما قلنا في الهدوم كده، بالامام والخلف بنشطب الحاجه اللي فيها شغل سواء الامام او الخلف قبل ما بنركب الكتاف زي ما احنا عارفين كده. دلوقتي انا خلصت الوش بتاع الخداديه، واجيب بقى الفيونكه واحطها. تمام. الفيونكه دي قماشه بقى حسب ما انت عايزه، ممكن تعمليها وهي متشطبه 10 سم في 15 سم او ايا كان، ده حسب كل واحده. انا اعرف ناس حطت على الملايه كانت طويله جدا الفيونكه، لكن الخداديه كانت صغيره. تمام. فانا بحدد واحده بس كاسطمبه، وبعد كده اقول هي دي، وبعد كده بقص عليها العدد كله، لان الملايه دي بيبقى الخداديه عليها 2 والملايه عليها 3. يعني الملايه كانت عايزه 5 فيونكات في 6، يعني هيبقى 30 فيونكه. فدي عشان لازم اعمل اسطمبه واعمل ان انا ايه عدد كبير. تمام. فانا بخيطها الاول من العرض كده، وبعد كده اخيطها اخلي الخياطه في النص عشان انا هداريها من ورا، لان انا هعمل فيها فتحه صغيره عشان اقلبها فيها. انا كده كده هي متداريه، وكده كده ان انا هكشكشها بالفل دون في النص. فانا قلت لا اخليها كده زي ما انتم شايفين، واشيل الزاويه بتاعتها ان انا افتحها واقسم بالنص كده عشان يبقى الفيونكه متساويه في الطرفين. انا بعملها كشكشه عشوائيه كده، يعني هي لسه ما اتكشكشتش يعني جامد. فانا بجيب 3 فلات بالظبط، فله هتبقى في النص والفلتين التانيين اطبقهم على بعض كده واخيطهم. بصوا زي ما انتم شايفين كده. انا هعمل بقى الفيونكات كلها، وبعد كده هيبقى اركبها. انا بقول يا جماعه الفيديو ده عشان اللي هي نظام شغل المصانع، ان انت تعملي اكتر عدد ممكن في وقت قصير، ان انت تخلصي الحاجات الصغيره الاول مع بعض كلها، وبعد كده تبتدي مجرد تركيب ده مع ده، ده مع ده على طول. تمام. انا عملت اهو فيونكه قدامكم، وهعمل التانية برضو 3 فلات كده واحطهم واخيطهم بالمنظر ده. انا كان عندي فكره ان انا اسيب فلتين مدلدلين كده من الفيونكه، بس بصراحه صاحبته قالت لا. فانا بدبس بقى. تعملي ايه، تجيبي خيط النص بتاع الفيونكه على الخط ما بين الكورنيش وما بين الساده، وتثبتيهم بدبابيس، وتعملوا كل الوشاش كده عشان انت برضك تسرعي. واجي على الطرف كده اروح مخيطاه، وعلى الطرف التاني اللي هو على القماشه الساده اروح مخيطاه، اللي هي مش كورنيش يعني. عايزه اقول لكم يا جماعه الفيديو ده فيه معلومات جميله جدا وحاجات مفيده للمبتدئين اللي هما بيخيطوا وازاي ينجزوا وازاي يكونوا مش عارفين يبتدوا منين. فيا رب يكون قدرت ان انا اوصل لكم معلومه وتقدروا تستفيدوا من شرحي. وما تنسوناش بدعوه حلوه بصلاح الحال لنا وللجميع باذن الله. ومش هقول لكم لايك ولا اشتراك ولا الكلام ده، لان الواحد ايه يعني شغله هو اللي بيتكلم عنه باذن الله. هنا برضو بنمسك القلابات وبنتنيها على طرف واحد كلها برضو مرة واحدة، عشان لما اجي احطها على الوش يبقى ايه الدنيا سهلة معايا. ادي الوش بتاعي اللي هو المشجر، واجي احط عليه من الطرف كده واظبطه واخيطه عشان لما اجي احط ايه الكرانيش. احنا يعتبر كده خلصنا الفيديو، خلصنا كمان الملاية، وهوريها لكم في الاخر وهي من للاسف متعلقة مش مفروشة عشان لضيق الوقت، عشان صحابها جم خدوها الملاية كده خلاص. وهنقلب الخدادية وهتبقى بالمنظر ده كده. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد بإذن الله.